ماشي، ومرشحكم انتوا لانه هو ابنكم وانتوا اكتر ناس عارفينه، يعني مش هتقدروا تقولوا هو مين وابن مين وكان بيعمل ايه واخلاقه ايه ونظامه ايه وسلوكياته ايه وتسمعوها، لا ده انتوا شفتوها وعايشتوها وهو قدامكم اهوت. واسالوه عن الحزب، اسالوه عن انتوا عايزين ايه، عايزين تبنوا البلد ازاي، نظامكم ايه، فكرتك ايه عن عضو مجلس الشعب، هتمثلنا ازاي انت اهو قدامكم وهو يكلمكم زي ما هو عايز وانتوا تسالوا زي ما انتوا عايزين. ربنا يوفقكم. ربنا يوفقه بس عايزين ربنا يوفقه. اللي كان خلاه يحارب ايام حسني مبارك وعمل اللي هو عمله هيبقى احسن ان شاء الله، وكل حد يسرر ان شاء الله ويبقى ابن البلد ان شاء الله. واحنا نسمعه ان شاء الله كده برضه يقول لنا هو فاهم ايه في الموضوع اللي هو رايح له دوت. ممكن علينا حسن اولا ده موال ليس تشريف ولكنه تكليف، ربنا يوفقه في التكليف ان شاء الله، انه ربنا حفظ ده اماني، وربنا هو خير من يصون الامانه اولا، لان احنا هو عاش بينا الحاج حمادي بتاريخه وتاريخ ابوه الله يرحمه، فات له تاريخ وهو على نفس المنوال، منوال ابوه هو نفس المنوال، خير رجل يحب الخير لا يحب كذا ولا يحب كذا، وقائمه الاخوان بتشرف ان فيها اسم زي اسم الحاج حمادي، ودي احنا كلنا ثقه ان شاء الله وراك يا حاج حمادي، مش عشان خاطر الاخوان ولكن عشان شخصك رقم واحد والاخوان رقم اثنين. وشيء شرفنا برضه ان القائمه اختارت راجل من حوش عيسى ومن بوق نسخيل. الحمد لله الحمد لله شرفنا الحمد لله يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، والله أكبر لا يعني كل عام وأنتم وسنة ذات إن شاء الله نكونوا في منى بإذن الله جميعا. وجنا وحضراتكم بس في السابق كان عضو مجلس الشعب مشكلته إن هو مفيش محليات بتقوم بدورها، وبالتالي كان كل الناس مستنيه عضو مجلس الشعب يقدم الخدمات الكهرباء والغاز والميه وهكذا. وبالتالي هذا الامر كان في السابق غصب عنه لازم يقوم به ولازم يشتغل، لان ما فيش قدامه غيره. كان الجزء التشريعي اتفضل بس زي ما كل واحد اتفضل السلام عليكم. تعالى دكتور علي. اتفضل مكانك. نقول كان عضو مجلس الشعب اساسا غصب عنه لازم يقوم بالدور الخدمي. ليه؟ لان ما كانش قدامه غيره. الجزء التشريعي كان بيعد القوانين في داخل اروقه الحزب الوطني وبيتم الموافقه عليها سواء هو رفض سواء، واحنا عارفين يعني القوانين اللي تم رفضها، يعني قوانين كثيره جدا تم رفضها من اخواننا هناك في مجلس الشعب، ورغم ذلك تم اقرارها من اعضاء الحزب الوطني، رغم انها لا توافق الشعب ولا تمشي مع مزاجه ولا هتريحه في المستقبل، ولكن انها كانت تبقى مكفله للشعب. فالفتره اللي جايه عايزين الجزء التشريعي اللي هي القوانين اللي هي هتاثر عليك وعلي على ابنك وعلى ابني لمده مثلا 60 70 سنه 80 سنه، يعني مستقبل اولادنا في القوانين اللي هتتحط. قوانين الجائرة اللي فاتت هتتعدي، هيجي قوانين جديدة تخلي الحياة اللي احنا عايشين فيها حياة أفضل وأحسن، وإننا كلنا يبقوا احنا يعني نتحول لدولة قانونية، كلنا نحترم القانون، لأن هذا الدور اللي المفروض إن منوط به عضو مجلس الشعب كان في السابق مفروض علينا قوانين لا هي بتنفع لنا ولا تلزمنا، زي مثلا قانون البناء الموحد. أنت هنا بيتقاس لك البيت والمتر ب 150 جنيه. في القاهرة لما اتسأل اللي حطوا القانون قال والله في القاهرة واحد بيبني عمارة بيروح يبنيها 24 دور ويعني لما يدفع على المتر 150 جنيه. طب ده في القاهرة واسكندرية، طب احنا هنا بنبنوا دورين ثلاثة يوم من كتروا 4 ولا حاجة. فما ينفعش القانون ده يمشي عندنا، ده انت بتبيع لنا الأرضية من جديد. يبقى القانون اللي وضعوه مش حاسين مش مستشعرين بغالبية الشعب المصري، لأن غالبية الشعب المصري بيعيش في الريف وفي القرى وفي المدن البسيطة زي مدينتنا. فاحنا الدور التشريعي في العضو مجلس الشعب لازم يقوم به في الفتره دي. الدور الرقابي اللي هو انه بيراقب الحكومه على خطتها. الخطه دي لا تتحول للمكان الفلاني دون المكان الفلاني ولا يبقى فيها تمييز لطبقه دون طبقه، المفروض انه بيراقبها على الخطه لانها فيها وضوح. خطه محطوطه هيتعمل كذا في المكان الفلاني في الوقت الفلاني والمبلغ الفلاني. فكيف ان الحكومه لا تحيد عن هذا ويكون ده شفافيه موجوده عندها؟ لازم عضو مجلس الشعب يقوم على هذه الرقابه خير القيام، لان هو ممكن يقدم استدلال، ممكن يقدم سؤال، ممكن يقدم
طلب احاطه ممكن يطرح الثقه من الحكومه اصلا لو ما جاملش بهذه الخطه. الحاجه الثالثه وهي الموازنه العامه للدوله، ودي اهم واخطر حاجه، وسبب الاقتصاد التعبان اللي عندنا دلوقتي والسبب الاقتصاد المتدهور هو موضوع الموازنه العامه، ان اللي كانوا موجودين ما همش عارفين ايه الموازنه العامه. مجموعه من الايرادات ومجموعه من المصروفات، زي ما تمسك بيت واحد معلش يعني لا يدرك ما يدركش ايه اللي قدامه، وتقول له انت يلا اصرف على البيت وهو مش عارف دخل البيت ايه ولا امكانياته ايه، فيروح يصرف في بنود لا البيت عايزها ولا تنفع اهل البيت، وتبص تلاقي البيت متورط في اخر السنه وعليه ديون وعايزين الديون دي نروح نقترضوا لها او عيله فلان بيخبطوا عليه. بالظبط ميزانيه الدوله موازنه الدوله كده، مجموعه من الايرادات ومجموعه من المصروفات. المصروفات دي زياده عن الايرادات 180 مليار جنيه مصري. وبسبب ايه؟ بسبب الاقتراض السابق. يعني عندنا المصروفات 65% منها، تخيل 65% من 500 مليار. 65% يعني كام؟ يعني 300 وشويه، صح كده؟ 340 مليار بيندفعوا اقساط ديون وفوائد ديون. يعني تخيل انت المبلغ اللي بتدفعه لاقساط الديون وفوائد الديون قد ايه؟ يعني مصر الايرادات بتاعتها بتاخدها تحطها في الاقساط والديون معظمها. واللي هو هناكله ونشربه بيه وندفعه مرتبات وكذا وكذا، دولت المبلغ البسيط اللي هو ال 160 مليار دول هم دولت العجز في الميزانيه اللي المفروض نغطيه. ورغم ان تغطيه العجز في الميزانيه في اقتصاديين قعدوا وقالوا بعد الثوره قالوا ان في ممكن العجز ده هو يتم الغائه تماما. وقالوا مجموعه من الخطوات، يعني احنا كنا متعاقدين على الغاز مع اسرائيل ومع تركيا ومع الاردن ومع اسبانيا على سعر الوحده من الغاز $1.50، رغم ان احنا بنستخدم الدولار ب $2.65. قول $2.50 يعني بنغرمه في الوحده الواحده $1 13 مليون جنيه مصري يوميا بنغرموهم بسبب معاهداتنا واتفاقياتنا على الغاز مع الاربع دول. تم تعديل الاتفاقيه منهم مع الاردن، اصبح وحده الغاز بتدفع لهم ب5 دولار. النهارده الاتفاقيه مع اسرائيل ومع اسبانيا ومع تركيا لابد انها تتغير، يا اما احنا بنغرم يوميا. لو اتغيرت للسعر العالمي بدون تحديد، هو كانوا طبعا متفقين معهم لمده 20 سنه من 2005 على $1.50 سعر الوحده، وفي نفس الوقت مفيش زياده ولا نقص. يعني محدد السعر ومحدد المده. طب وليه الاتفاقيه اتعملت بهذه الصوره؟ طب انا عايز ننتج غاز ونطلعه لاي دوله زي ايا كانت الدوله دي. طب ما يتم تصدير الغاز بالسعر العالمي. السعر العالمي ايا كان السعر العالمي هيكون ايه؟ حتى لو في غرامه زي الناس اللي بيبيع زي الناس ما يزعلش. لكن المشكله ان احنا ايه؟ متفقين وبايعين البلد. يعني اللي اتفقوا باعوا البلد فعلا. فالنهارده اصبح احنا معرضين لاننا يا اما ننهي هذه الاتفاقيات ويتوقع علينا غرامات من الامم المتحده لان احنا خالفنا اتفاقيات بين الدوليه، يا اما نحاول نعدل هذه الاتفاقيات بالضغط تاره. يعني حاطين هم النهارده في ورطه. الحاجه الثانيه موضوع استخدام الطاقه، دعم الطاقه. يعني لغايه انبوبه الغاز اللي بتوصل لنا دي المفروض انها ب 45 جنيه. هم بيدعموها، الدوله بتدعمها لنا كويس. طب في طاقه الغاز اللي بيدخل للمصانع الكبيره زي مصانع الاسمده، مصانع الاسمنت، مصانع الحديد، مصانع الالومنيوم. دي الطاقه اللي بتدخل للمصانع دي مدعمه زينا. وبيروحوا يصدروا من انتاجيه المصانع دي حوالي 40% برضه. وبيبيعوا لنا الحاجه دي بالسعر العالمي اللي بيصدروا بيه. وبالتالي انت بتدعمهم عشان يعملوا ايه؟ عشان ينهوا الشعب؟ عشان يحطوا دولارات ثمن الغاز في جيبهم، فثمن الغاز ده يتوفر ويتعطي لهم الغاز مش مدعوم ويبيعوا بالسعر العالمي يبيعوا بيه، والمبلغ اللي هيتوفر منهم دي يا اما عجز الميزانيه، يا اما يتحط في قطاع الصحه الناس المرضى، يا اما يتحط في قطاع التعليم، يا اما يتحط في قطاع الزراعه، ندعم مشكله الكبار الفلاح ونوصلها له بال 40 دين اللي هي تكون تمليك اللي كانت فيه. فهذه دور عضو مجلس الشعب الحقيقي هو الدور ده، ان هو قاعد يشوف كل بند من البنود ديت هيتصرف عليها ايه ويوفر منها للدوله ايه، وده ما يتصرفش منها ليه وده يتصرف منها ليه. وبالتالي الجزء الثاني الاخير من الخدمات لابد ان يكون له دور برضه ودور مساعد مع اعضاء المحليات اللي هم دورهم الاصيل هو خدمه الناس وتوصيل الخدمات. يعني كل سنه وانتم طيبين وجزاكم الله خيرا. وانا يعني شرفت بان نقعد مع اهلي وجيراني يعني.